ويدافع عن هذه الدولة الوليدة، وينتقل من مرحلة الإيذاء الشخصي إلى إيذاء الدولة، ويبدأ مرحلة جديدة من الغزوات، غزوة بدر وأحد وما بعد أحد من غزوة الخندق، وبعدها غزوة خيبر، وبعدها غزوة مؤتة، وبعدها غزوة تبوك وحنين، وقبل ذلك فتح مكة غزوات. وبين كل غزوة من غزوة في شوية مناوشات كده بين وبين المشركين، يعني معاناة شديدة جدا، ربما كانت أصعب معاناة وأصعب أزمة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم حديثة الرزق. تصوروا يتكلم عن أمنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن شفنا من المنافقين يتخذون من السيدة عائشة الشريفة العفيفة الطاهرة حديثا وينشرونه بين الناس؟ هل يعقل هذا؟ مع كل أزمة يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل بالصبر. كان في أمر ثاني بقى هو اللي أنا عايز أتكلم فيه مع نفسي ومع حضراتكم. كان هو في الحقيقة لا يعتبر طلقة نجاة أو يعني سر اليسر. كيف كان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المحن وتلك الشدائد، وكيف كانت تتحول المحنة والشدة في حياة رسول الله صلى الله